رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ولسه اكيد مكملين معاكم النهارده. حلقتنا حلقه خاصه جدا مستضيفين فيها نجمه ستار اكاديمي رحمه، طبعا بناء على طلب كتير قوي من الجماهير، وبما ان هي موجوده هنا في الامارات قلنا لازم ننتهز الفرصه يا رحمه وتكوني موجوده معانا مره ثانيه، ورحب بيكي حبيبي. ثانك يو. طيب رحمه، كنا بنتكلم عن ستار اكاديمي، شفنا لك طبعا بورتريهين، واحد مع الفنانه هيفا والتاني كان مع الفنانه يارا. بس عايزين يعني ناخد البارت الثاني من ستار اكاديمي كبرنامج لرحمه، انه طبعا اتعرفتي على ناس جديده، قعدتي معاهم، عشتي معاهم، الكلام ده كله. انت لسه على تواصل معاهم من صحابك من ستار اكاديمي، ولسه بتكلمي مين منهم وما بتكلميش مين؟ سؤال صعب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه تونس. هاي احبها هاي الاجابه تونس. ايوه. احكي. لا يعني شوفي، اول شيء هي التجربه بحد ذاتها رائعه، وانك تتعرفي على ناس انت بحياتك ما مفكره انك ممكن تلتقي بيهم. فهذا الشيء يعني اول شيء انا اثر فيني واثر بحياتي هوايه، وتقريبا كلهم اتواصل وياهم، يعني زينه، اوكي، نصيف، محمد مغربي، رانيا، عايزاهم كلهم اعدل لك بالاسامي، بدريه. لا يعني تواصلك عموما معهم عدد كبير قصدي. يعني فيعني لا بتواصل منيح معاهم اصلا، يعني حتى يعني احيانا تجي ايام هيك اتصل فعلا مشتاقه لهم كانه جزء يعني مني. ايوه انه غايبين عنك، ان انت قعدتي معاهم وقت طويل قوي. يعني انا قبل كم يوم شفت مغربي وانا رايحه بالسياره اقول لها ماما، يعني حاسه نفسي رايحه اشوف حد من اهلي، مش واحد غريب. والله فعلا سبحان الله، فعلا هو خلاص انه عشان انتوا قعدتوا مع بعض وعشتوا مع بعض فوصل لك شعور انه لا خلاص انه كلكم بقيتوا اهل. مغربي اصلا يعني محبوب. فعلا. طبعا محمد مغربي انا بحب اوجه له تحيه خاصه جدا جدا كمان. جدا. واحنا يعني انا محضره لك مفاجاه، هي شبه اتحرقت بس يعني ماشي اوكي، بس عموما يعني لسه شاور لك عليها. يلا. بس طيب رحمه، بما انك كنت مشتركه في ستار اكاديمي، هل شعورك ان انت دخلتي بروجرام يخليكي تتابعي البروجرامات؟ يعني مثلا انت دلوقتي متابعه ستار اكاديمي 8 ولا لا؟ عادي على الخفيف، يعني انا اول شيء لانه ببيتي هلا شعري مش ضابط كان. مظبوط كان ما كان عندي نغم. ما كان عندي، فاكيد لو كانت عندي كنت تفرجت، بس اتابعهم بالبرايم، واحيانا هيك اشوف اخبارهم على الصحف وهيك. لا يهمني الموضوع، لان شوفي يعني بالنهايه يعني هذول فاتوا على المكان اللي انت عشتي فيه. كنت لسه عايزه اقول لك انه حتى شوي الموضوع غريب، مين دول اللي مكاننا دلوقتي بالضبط، فما اقدر يعني اتغاضى وما اتفرج. طيب هو في سؤال غريب من حد من الفانز، بس معانا اتصال، خلينا نقول الو. الخير. مساء النور، ازيك يا ليندا؟ لا بس الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله تمام. اخبار الجزائر ايه؟ طمنينا. اخبار الجزائر كويسه جدا، سلم عليكم كل الجزائريين. الله يسلمهم وسلمي لنا عليهم كلهم. طبعا عايزه تكلمي رحمه، اتفضلي. طبعا. يمكن. ازيك يا رحمه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ والله تمام الحمد لله، احنا بنحبك وايد. وانا احبكم اكثر. اهل الجزائر على طول تواصل. حياتي ميرسي. قطع التليفون شكله. راح الاتصال. طيب عموما ليندا اكيد احنا بنشكرك. على طول متواصلين. على طول واضح على فكره ان انتوا واضح دايما ان انتوا متواصلين. طبعا عموما ليندا احنا اكيد بنشكرك على اتصالك، وخلينا احنا نرجع لموضوعنا شويه. كان في سؤال بقول لك غريب من حد من الفانز، بيسالوا ايه هي البلد اللي انت بتتمني تروحي لها سياحه؟ هو سؤال، يعني هو سؤال واحد بس بارتين. ايه هي الاغنيه اللي انت بتتمني تكون اغنيتك من حد من الفنانين، وايه البلد اللي انت بتتمني تروحي لها سياحه؟ بتاكلي ضوافرك ليه؟ اكلتي ايدك؟ عايزه افكر. بلد سياحه. ايوه مثلا شوفي هلا انا اصلا احب يعني احب اني اروح بلدان عربيه. اوكي احب لان احنا اكيد عندنا اماكن سياحيه حلوه، واكيد واحب ناس تحكي مثلي، يعني عرفتي؟ ايوه. ما اقعد افكر شنو اقول له. يس اي وونت. عرفتي اسمه ايه؟ عذاب. اسمه ايه؟
طيب وموضوع اسمه ايه ده على ما تفتكري معانا اتصال، خلينا نقول الو. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام، ازيك يا عبد الرحمن؟ والله الحمد لله، ازيكم انت؟ احنا الحمد لله تمام بخير. طبعا عبد الرحمن هو من الجزائر بيتصل بينا، واضح ان الفانز لرحمه من الجزائر كتير جدا، وطبعا انت متصل عشان عايز تكلم رحمه. رحمه بتغذيني. رحمه من الجزائر ام ماذا؟ عفوا عبد الرحمن. رحمه من نعم انا معك. اتفضل سامعاك. ازيك يا رحمه؟ شنو احوالك يا عبد الرحمن؟ باهي. والله الحمد لله، ازيكم انت؟ الحمد لله. كيف اخبار الجزائر والجو عندكم؟ كيف؟ انت جزائريه ام لا؟ انت جزائريه ام لا؟ انا عراقيه، بس اكيد بنفس الوقت ما دام عربيه يعني اعتبر جزائريه ومصريه. اجابه دبلوماسيه جدا. طيب عبد الرحمن، في عندك سؤال معين حابب تساله الرحمه؟ اسالها هل تستطيعين صنع البيتزا ام لا؟ بيتزا؟ ايه العلاقه؟ هو شوف يعني السؤال صعب، بعد البرنامج اجاوب عليه. طيب خلاص ماشي. عموما عبد الرحمن احنا اكيد بنشكر لك اتصالك. رحمه تقريبا انت جايه. انهارت رحمه. صحيح يا رحمه، كويس قوي. خلينا ندخل شويه نشوف رحمه. يعني رحمه انت بتعرفي تطبخي ولا لا؟ لا اصلا خالص. خالص. طيب يا عبد الرحمن، هي اكيد ما بتعرفش تعمل بيتزا عموما. انا فكرت راح يسالني سؤال يعني هيك قوي. شكله هو عايز يتجوز، الظاهر كده عايز يشوفني انا اعرف اطبخ او لا. ممكن، كل حاجه وارده. عموما رحمه، احنا في برنامجنا محضرين لك مفاجاه صغنطوطه، خلينا نروح نشوفها مع بعض ونرجع.